السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا خواتاتي في وصفة جديدة اللي هي المسكوشو. هاد لاغوسيط تجي بنينة بالبزاف وراني سير اللي تجربها غادي تولي وصفة معتمدة عندها. لاغوسيط بالتدقيق غادي تسيبوها على اليوتيوب. الآن نمروا لطريقة التحضير. في بول نديرو ربع حبات بيض مع قرصة ملح ونزيدو عليهم كاس سكر، نضربوهم شوية ومن بعد نزيدو واحد علبة تاع ياغورت دو بريفيرونس يكون غوفريس باسكو يجي بنين بالبزاف بالذوق الفراولة. نخلطوهم شوية ومن بعد نزيدو مغرف صغيرة ولا زوج تاع لافاني على حساب الذوق، ومبشور الليمون اختياري قادر ما تزيدوش. نزيدو كاس تاع زيت نخلطوهم شويه ومن بعد نزيدو زوج مغارف كبار تاع مايزينا باش يعطونا القرمشه للبسكويت تاعنا، وفي الاخير نزيدو زوج كيسان ونص تاع فرينه مع زوج كيس خميره كيميائيه نغربلوهم. وهذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نكونوا حضرنا مول ندهنوه بالزبده ونرشوا عليه الفرينه ونكبوا فيه الخليط، ومن بعد ندخلوه للفرن يكون مسخن من قبل على 170 حتى 180 درجه مئويه. بعد ما يطيب لنا البسكويت هذه هي النتيجه النهائيه تاعه. نقلبوه ديريكت في اون غري باش ما يعرقلناش ونزينوه على حساب الذوق. انا هنايا زينته بالمربى تاع الابريكو، ومن بعد دريت فوقه شويه تاع كاوكاو وتحمصه وطحنته رقيق، وتقدروا تذوقوه تاني بالسيغيس كونفيت والسيترون كونفي كيما درت انايا. وهنايا على حساب الذوق غادي نقطع لكم مرسو باش تشوفوا النتيجه النهائيه تاعه. شوفوا كيفاه يجي ابيض لا كولور تاعه شابه ويجي طري وهشيش. هذه هي النتيجه النهائيه تاع الوصفه تاعنا. تجي بنينه بالبزاف. اللي بغى التفصيل تاع هذه الوصفه وبلي زاسيوس تاعها غادي تسيبها بالتدقيق على اليوتيوب. تهلاو في رواحكم. سلام.